تعد النمور والفهود من الحيوانات المفترسة والتي تنتمي إلى فصيلة السنوريات، وهي إحدى المجموعات الفرعية التابعة للثدييات والفقاريات، والتي تضم القطط وأقاربها من الحيوانات اللاحمة الكبيرة كالأسود. تختلف السنوريات في أحجامها، فأصغرها هي القطط الأليفة والتي تسكن المدن واعتادت على العيش بين البشر، وأكبرها حجما هي الأسود والتي تقطن السهول والغابات. أما عن الفصائل العليا من السنوريات مثل الأسود والنمور، والتي تمتاز بقدرتها العالية على الصيد واقتناص الفرائس، وتمتاز بمخالبها التي تستطيع الانطواء داخل أقدامها عندما لا تكون بحاجة لاستخدامها. وتشتمل السنوريات على العديد من أنواع الحيوانات اللاحمة كبيرة الحجم، والتي عادة ما تسمى بالقطط الكبيرة. ومن أهم هذه الأنواع الأسود والنمور والفهود والوشق والقطط البرية. أكثر هذه الأنواع تشابهًا هي الفهود والنمور، خاصة من ناحية الشكل الخارجي لكلاهما، فكلاهما نحيلًا وقصيرًا بعض الشيء بالمقارنة بالفصائل الأكبر حجمًا كالأسود، والتي تعاني الفهود من المنافسة الشديدة معها على بيئتها الطبيعية. يعرف الفهد جيدًا أنه لا يقوى على مواجهة الأسود، إذ لا مجال للمقارنة بين الاثنين في القوة الجسدية، إلا أن الفهد يتميز بسرعته الخارقة، حيث أنه يحتل المرتبة الأولى في حيوانات اليابسة من حيث السرعة. رغم التشابه الكبير بين النمر والفهد في بعض الصفات الخارجية، إلا أنهما يختلفان في الكثير من الصفات، فهما يسكنان في بيئات طبيعية مختلفة، ويصطادان أنواعًا مختلفة من الفرائس، ولهما أسلوب مختلف في العيش. فالفهد حيوان اجتماعي، بينما النمر يميل إلى العزلة. كما أن القدرات الصوتية لكلاهما مختلفة، فقد يستطيع النمر أن يصدر زئيرًا صاخبًا، بينما الحبال الصوتية للفهد لا تستطيع سوى إصدار هسيس منخفض يشبه ذلك الصوت الذي تصدره القطط الأليفة. على الرغم من تشابه لون الفراء الأصفر ذات البقع السوداء لكلا الاثنين، إلا أن اختلافًا واضحًا بين الاثنين، فعند الفهد تكون البقع السوداء عبارة عن نقط سوداء صغيرة تتوزع على جسد الفهد بفروته القريبة للون الأصفر، بينما تكون البقع السوداء على شكل الخطوط على فروة النمر ذات اللون الأصفر أيضًا، وتأتي أحيانًا بشكل دائري مجوف في أنواع من النمور مثل نمر المرقط. رأس النمر كبيرة وأرجله قصيرة نسبيًا، أما الفهد فرأسه صغير، ويتميز وجه الفهد بخطين باللون الأسود تحت العينين، وأرجله طويلة، ومع طول أقدامه وصغر حجمه نسبيًا عن النمر، فهو يتفوق في سرعته والتي قد تصل إلى 100 كيلومترًا في الساعة. يتميز الفهد برشاقته، ويتميز بجسد نحيل خاصة عند منطقة الخصر، بينما النمر أضخم حجمًا وذو جسد أطول، وله بنية عضلية أضخم بكثير. ويتراوح وزن الفهد ما بين 35 إلى 72 كيلو جرامًا، بينما يمكن أن يتجاوز وزن النمر 90 كيلو جرامًا. أما من ناحية الطول من الرأس إلى حافة الذيل، فهو عند الفهد ما بين 170 إلى 235 سنتيمترًا، بينما يتراوح طول النمر ما بين 185 إلى 275 سنتيمترًا. يفضل الفهد العيش في المناطق المنخفضة والمنبسطة في سهول السافانا المفتوحة، حيث يختبئ بين الأعشاب والحشائش الطويلة ليتربص بفرائسه، بينما يفضل النمر العيش في الغابات والأحراش الكثيفة، كما يتواجد في البيئات الجبلية، كما يمتاز ببراعته في تسلق الأشجار. أما عن أسلوب الصيد، فقد يتسلل الفهد نحو فرائسه، ومن ثم يندفع نحوها في السهول المفتوحة. يعتمد على سرعته العالية، حيث يستطيع الانتقال من حالة السكون إلى سرعة تتخطى 90 كيلومترًا في الساعة خلال ثوان معدودة، وبالتالي يستطيع أن يلحق بفريسته ويغرز أنيابه في حنجرتها ليقتلها. يفضل الفهد الصيد في وضح النهار، إلا أن الصغر النسبي لحجم الفهد يجعله لا يفكر في مطاردة الفرائس كبيرة الحجم كالحمير الوحشية والجاموس الوحشي، والتي يطاردها الأسود والنمور وتستطيع اقتناصها بسهولة. أما عن طريقة الصيد عند النمر، فهو يفضل الصيد تحت جنح الظلام، فهو عادة ما ينشط عند حلول الليل، ويمتاز بقدرته على تسلق الأشجار،
حيث يقوم النمر بتخبئة ما تبقى من صيده على الأغصان المرتفعة ليعود لها لاحقا. يمتاز الفهد عن النمر بكونه حيوانا اجتماعيا، وأحيانا ما تعيش ذكور الفهود في مجموعات مكونة من 2 أو 3، كما أنها أحيانا ما تمارس الصيد الجماعي، بينما تفضل أنثى الفهد العيش بمفردها أو مع صغارها. أما عن النمور ذكورا وإناثا فهي تميل إلى العزلة، فالنمر غير اجتماعي بطبيعته، وهو أكثر شراسة وعدوانية من الفهد. فضلا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.